هاي النهاردة لحد 11 مايو، وكنت عايزة أشارك معاكم كام حاجة أنا اتعلمتها وحاسة ان هم فرقوا معايا بصراحة. بالذات في الحياة المعاصرة دي. يعني أنا بحس ان الحياة المعاصرة دي فيها كمية وعي انتشر جامد جدا، يعني على قد الحاجات الوحشة اللي احنا بنشوفها من السوشيال ميديا وبنتكلم عنها، هو برضو في حاجات حلوة جدا كتيرة وعلم كتير قوي انتشر الفترة دي. بسبب ايه؟ يعني برضو نفس السبب، يعني موضوع النت ومش عارفة ايه. والحياة بقت اسهل to a great extent، بس احنا اللي ما بقيناش اسعد، يعني احنا اللي بقينا مش عارفين نستمتع بكده. احنا لو جدودنا عرفوا ايه اللي عندنا والتكنولوجي اللي عندنا الايام دي والتطور وكل الحاجات اللي بتساعدنا. تشات جي بي تي ده لوحده، ده كان حلمي وانا صغيره، ده كان حلم حياتي. لو سالتوني وانا صغيره كنت اقول لكم انا نفسي في حاجه، في آلة هي اللي تعمل لي الواجبات. ده كان حلمي، وكنت شايفه ان ده حاجه مستحيل تحصل، وحصلت. انتوا متخيلين؟ حصلت. شات جي بي تي يا ريتني اكتشفته وانا في المدرسه، يعني يا ريت، قصدي سوري، يا ريته كان نزل وانا في المدرسه. فجدودنا يحسدونا على قد ايه الحياة بقت ميسرة لينا، بس مع الأسف احنا بقينا أتعس. ودي حاجة، يعني ده البارادوكس بتاعت زماننا. بارادوكس يعني ايه؟ يعني معضلة تقريبا. لحظة لازم نترجمها، دي محتاجين ترجمة accurate. بارادوكس يعني مفارقة، ظاهر متناقض. ماشي، ظاهر متظاهرة نقطة، أو ظاهر متناقض، أو بارادوكس. انتوا اكيد عارفين ايه بارادوكس. المهم، فدي البارادوكس بتاعت nowadays، بتاعت ايامنا دلوقتي، الفترة المعاصرة دي. تمام. يا جماعة العربي بتاعي اتحسن لو انتم ملاحظين، عشان بقيت اقرا كتب عربي. كتاب واحد هو اللي انا قاعدة بقرا عربي دلوقتي، فان شاء الله يكون باين في البودكاست مع ان انا الليسنرز عندي قالوا جامد عشان الفترة اللي انا قطعت فيها، بس مش مشكلة لو شخص واحد بس والله استفاد، يعني ده يكون حلو قوي. بس كملوا بس للاخر، استنوا كملوا، ان شاء الله هنقول حاجات مهمة الحلقة دي. المهم، فايه، نرجع لموضوعنا. فاحنا بقينا اتعس، والتعاسة دي على قد ما احنا بنحاول ان احنا نلبسها في السوشيال ميديا، ده بسبب السوشيال ميديا، ده بسبب الانستجرام والتيك توك وكده. I agree a great extent منها كده. ماشي، a great extent. بسبب الانستجرام والتيك توك والفيسبوك ومش عارفه ايه، وان احنا متعرضين لتفاصيل حياة الناس التانية بطريقة مش طبيعية. يعني انا ليه اقعد اشوف واحدة عايشة حياتها زي ليه؟ يعني كونسبت الفلوجز ده هو مش وحش، ماشي، في ناس بتعمله بطريقة حلوة وكل حاجة، انا مش ضده. بس في حاجات اللي هو بتكون فعلا pointless، فعلا هي مش بتحاول انها توصل اي حاجة غير هو ده الكونتنت بتاعها، هو ده الايه، الهدف بتاعها، مش هدف تاني مثلا اعمق فبتشيره من خلال الفلوجز. فاهمين الفرق؟ مهم. فاحنا دلوقتي اتعس، ورغم ان في وعي كتير جدا وعلم كتير جدا، والحياة بقت اسهل بكتير جدا، ممكن يعني بسهولة جدا ان احنا ايه، انتوا خلاص فهمتوا انا بحاول اوصل فين. المهم، فده معناه ايه؟ ده يوصل لنا ايه؟ كل الكلام ده والمقدمة دي، ده يوصل لنا ان احنا اللي مش عارفين نميك يوز اوف التكنولوجيا دي، ونميك يوز اوف الحاجات اللي متسخرة لنا دي. احنا بقينا الحاجات دي مش عارفين نستخدمها بالطريقة اللي بجد تفيدنا وتطورنا. لا، يعني في كتير جدا خايف من موضوع تشات جي بي تي اللي هو اللي يتولى العالم. تمام، this is valid to some extent، بس ده لا يمنعك انك تستخدمه. no it's not gonna make you stupid. عادي، انت يعني لو حد، المهم مش هندخل في المعضلة دي، ده حاجة تانية مفروض في حلقة تانية، بس عشان ايه انا سمعتكم وانتوا قاعدين بتردوا وبتقولوا الكلام ده. بس ايه المهم، تشات جي بي تي لا، مش هيخلينا. هو ممكن عادي يساعدنا ان احنا نبقى اذكياء، على فكرة ممكن يساعدنا. يعني انتوا لو قعدتوا تحاولوا تستفيدوا منه وتسألوه عن كل حاجة بتخطر على بالكم ويجاوبكم، فانتوا كده لو فكرتوا فيها قد انتوا كسبانين، لان انتوا قاعدين اهو بتتعلموا منه حاجة. فاهمين؟ في ثانية بتسألوه السؤال بيجيب لكم قرار الموضوع كله. بس المهم، نرجع تاني لموضوعنا. فالحاجات اللي انا بشوف انها بتساعد
بقيت اسال نفسي الاسئله دي كل يوم تقريبا، او كل ما يظهر قدامي حاجه سخيفه. انا دلوقتي طالبه امتياز، اول مره يسمعوني، انا طالبه امتياز في طب، اخر سنه طب. وطلبة الامتياز دول لو انتوا عارفين هم ملهمش اي 60 لازمه بصراحه، يعني if we're gonna be honest ملهمش اي 60 لازمه في النظام الصحي في البلاد اللي هي عندها امتياز بارت من طب. تمام، مش اللي هو، لان مثلا في امريكا ما فيش حوار امتياز ده، هم عندهم امتياز او سنة internship دي part of residency، part of النيابة. فانا بتكلم على النظام اللي احنا كلنا متعارفين عليه في البلاد العربية وتركيا وكده. فكواحدة طالبة امتياز، انا في الاول خالص قبل ما ادخل قلت خلاص، انا يعني قبل ما ابتدي امتياز انا كده انا هبقى دكتورة وهستخدم العلم اللي انا اتعلمته في ال5 سنين طب دول اللي طلع عيني فيهم، وهفيد العيانين وهساعدهم، يعني طبعا بفضل ربنا ان هم يخفوا ويتشفوا ويتعلموا عن المرض بتاعهم، وانشر الوعي وانشر والحماس البدايات ده. little did I know ان احنا بنكون عبارة عن اي حاجة غير ان احنا دكاترة. يعني احنا نادرا ما بناخد دور الدكاترة بجد كامتياز. ودايما this is something I always say ان احنا لو احنا we're not there في المستشفى كامتياز عادي، المستشفى مش هيحصل لها حاجة، يعني مش هتقع، مش اللي هو يا لهوي طلبة الامتياز ناقصين، لا هو بالعكس احنا ملناش لازمة فعلا. ده on the bigger scale. تمام، لو جينا نبص على كل واحد فينا ماشي، ولو انتوا مثلا حد طالب امتياز او حد هو شايف ان هو بجد بيعمل حاجه ملهاش اي 60 لازمه، فتعالوا ننزل كده على الموليكيولر ليفل، لان احنا بحجم الموليكيول في الامتياز فعلا ملناش اي 60 لازمه. بس لو فكرنا فيها ان كل واحد مثلا هو في الامتياز ده، او انا كجنى انا فكني، يعني مش هنقعد نفكر في كل طلبه الامتياز ده، اي حد يابلاي على نفسه، اعملوا سيلكت اول وابلاي. المهم، فدلوقتي على جنى مثلا، ممكن تبقى البوينت ان انا ابقى واحده في امتياز، غير ان انا محتاجه اخلص امتياز عشان اخد الشهاده بتاعتي واعتبر ان انا اتخرجت من طب. غير دي ايه البوينت بتاعتها؟ يعني ليه ربنا ممكن يكون حاطني في حاجه زي كده؟ ماشي، خلينا نفكر فيها كده، ليه انا ربنا حطني في الموقف ده؟ مهما كنت انت بقى يعني امتياز ولا مش امتياز، اي حاجه ملهاش لازمه. اولا لو احنا فهمنا فعلا الحاجة اللي هي مفروض ان احنا كلنا ككل المسلمين بيحفظوها لهم، احنا مخلوقين عشان نعبد ربنا. واكتشفت برضو، كنت بتكلم مع حد قبل كده واكتشفت ان الموضوع ده مش منتشر اكتشلي قوي. انا ماما هي اللي بتقعد تقوله لنا كتير، فمش عارفه هو ده بيتقال في كل البيوت ولا لا، بس المهم ان احنا لو ما تقلكمش احنا مخلوقين عشان نعبد ربنا. يعني احنا مش مخلوقين عشان اي حاجه تانية، احنا جايين هنا الدنيا دي عشان نعبد ربنا. وبنعبد ربنا ازاي؟ بأي طريقة هو حطنا فيها. هو حطني أنا مثلا هنا، اتحطيت في أنقرة في كلية طب، ودلوقتي أنا اتحطيت في امتياز مثلا، خلاص أنا محطوطة هنا، لازم هعبد ربنا بالطريقة دي. اتصرفي كده، تمام، اللي هو اتصرفي find a way, find your way انك تعبدي ربنا في الامتياز. فهي دي كانت معضلتي من اول السنه، ان انا مش عارفه، يعني انا ماليش لازمه، اللي هو انا شايفه الموضوع بان انا ماليش لازمه، ما اعملش اي حاجه، وانا مغصوبه على الشغل ده، والشغل صعب جدا عليا، حاجه بقى في قمه التعاسه. يعني المهم اللي هو طريقه التفكير دي. بس دلوقتي لما يعني الطريقه اللي بجد بتحاول، اللي قصدي انا بحاول وبجد بتساعد بصراحه، هي كم سؤال. يعني بقيت اسال نفسي كم سؤال، ان يعني انا جبت لكم الموضوع من اوله، انه ان احنا بنعبد ربنا، وان احنا جايين هنا مهما كان اللي احنا فيه، اللي احنا محطوطين فيه ده عشان نعبد ربنا بس، نقطة. انتوا شايفين كده مش شايفين كده، دي حاجة عشان تقدروا تترسخ فيكوا وفعلا تكونوا مقتنعين بيها. دي فكرة، دي يعني دي حاجة مثلا لو هي بتتقلكوا او تربية معينة بتتحط فيكوا، فانتوا عشان فعلا تنشأ فيكوا وفعلا تترسخ فيكوا ده بمجهودكم انتوا. يعني انتوا اهلكوا خلاص عملوا المجهود بتاعهم ان هم قالوا لكم الحاجات دي وحاولوا يفيدوكوا بيها وحاولوا ان هم يحطوكوا على الطريق، بس انها تترسخ فيكوا ولا لا، وان انتوا مش حاسين بالجملة دي، مش بتحسوا بأهميتها او مش بتعرفوا تطبقوها، فدي مشكلتنا احنا كعيال، وانا included كمان.
فعشان دي مشكلتنا، احنا اللي لازم نلاقي طريقة ان احنا نرسخها فينا. ويعني دي بتحتاج مجهود، مش زي ما احنا فاكرين ان الروحانيات دي بتبقى انستولد. انا اول ما اقرا قرآن خلاص بتبقى انستولد فيا الراحة. لا، لازم بنبذل مجهود. احيانا كتير جدا هنقرا واحنا مش فاهمين حاجة، احيانا كتير جدا هنصلي مش حاسين بحاجة، بس عادي، الحاجات دي احنا بنبذل فيها مجهود عشان نحس. وهو ده اللي انا اتعلمته برضو، ان مفيش حاجة اسمها لا هو كده انا اكسبكت ان لا، هو مش شاور دافي، مش حاجة باسيف، فاهمين قصدي؟ لا، هو حاجة احنا بنبذل فيها مجهود عشان فعلا نحس بالراحة بتاعتها، زي اي حاجة تانية مفيدة. ماشي، المهم ف that's that. وبعدين ايه فكرة ان انا اعبد ربنا في الامتياز دي؟ انا كنت فاكرة يعني كنت حاساها صعبة جدا. يعني ايه انا مش قادرة احس بالمعنى ده، مش قادرة احس بالمعنى. يعني ايه المعنى في حاجة زي كده ملهاش اي 60 لازمة؟ يعني فين المعنى من شغلانة مش شغلانة اصلا؟ انا سكرتيرة على نيرس على يعني، حتى فاهمين، انا مش حتى حاجة منهم اللي هو بجد مش بفهم، فاهمين يعني؟ لا، انا اللي هو اي حاجة في الطريق، اللي هو I'm filling the gaps بس. مش عارفة، تمرجية at the same time، خدي دي وصليها لهناك، اعملي كذا، خدي كده، اللي هو حاجات كده ايه يعني، عبدة. انا كأني كنت بحس ان انا عبدة ليهم هم، للنواب. المهم، فلما نحاول نستغل الموقف اللي احنا فيه، لما نجمع حتة ان احنا بنعبد ربنا في اي حتة، ومقامك حيث اقامك، ان احنا الحتة اللي احنا فيها ربنا ما حطناش كده اللي هو رمانا وخلاص، لا، حطنا بعلم وحكمة من عنده ان ده مكاني، هو ده مكاني. ماشي، فانا اكيد ليا بارت في هنا، حتى لو البارت ده مش يعني الدور بتاعي ده لا يقاس على حاجة كبيرة، مش حاجة اللي هو تتشاف من بره. الله، جنى عملت فرق كبير في الامتياز بتاعها. جنى احسن واحدة توصل الدم من البيلدينج ده للبيلدينج ده. لا، مش من المستشفى دي لللاب مثلا، لا مش كده. بس بتفرقوا في اليوم بتاعكم مثلا، بتعملوا حاجات ربنا بس هو اللي بيشوفها، ربنا بس هو اللي بيبقى شاهد عليها، حتى لو الحاجة دي هي مصارعة في نفسكم. مش قصدي مصارعة، سوري، قصدي صراع نفسي. ماشي مصارعة في نفسكم، فعلا بتبقى مصارعة في نفسكم. ماشي، حتى لو هو صراع نفسي بس محدش شاهد عليه غير ربنا. this is enough. وان انتوا مثلا الصراع النفسي ده الروتس بتاعته او ماشي الروتس بتاعته هي انكم عشان دخلتوا في صراع نفسي عشان بتحاولوا انكم ترضوا ربنا في حاجة معينة، او جيتوا على نفسكم في حاجة معينة عشان ترضوا ربنا بس. it's actually simple، بس محتاجة اجتهاد. فاهمين قصدي؟ الحاجة اللي بتساعد على كده هي ان احنا قبل كل اكشن نسأل نفسنا سؤال. يعني ان احنا نعملها بسؤال، مش بجمله بنكررها. عارفين لما في اللي هو البتاعه دي اللي كانت نزلت قبل كده موضه، اقعدي بصي في المرايه كل يوم قولي لنفسك انا جميله انا جميله انا جميله، والجو ده لا، مش هو ده اللي بيساعد. اللي هو انا بعبد ربنا بعبد ربنا بعبد ربنا، لا، مش كده. بس انا ليه بعمل ده؟ فاهمين؟ لما تقولوها بصيغه سؤال بتجبروا استغفر الله العظيم، بتجبروا نفسكم مخكم ان هو يفكر ويلاقي الاجابه ويجاوب عليها فعلا، حتى لو انتوا عارفين الإجابة. فاهمين؟ بس فبدل ما تقولوها اللي هو يلا أنا بعمل لا، دي هتساوند كأنكم قاعدين بتزقوا نفسكم بتخصبوا نفسكم. بس لما انتوا فعلا تسألوا نفسكم، لا فعلا بتحاولوا تلاقوا الإجابة، وبتحاولوا فعلا انكم يعني تفكروا فيها بالطريقة اللي تميك سنس. يعني ايه؟ يعني مثلا أنا اتطلب مني حاجة ان انا اعملها مثلا في يوم عادي جدا في ايام الامتياز، روحي اعملي كذا، وحاجة سخيفة جدا. ماشي، يعني طلب حاجة ملهاش اي 60 لازمة، زي كل الحاجات اللي الامتياز بيعملوها، حاجة ملهاش لازمة. بس مثلا روحي مثلا روحي مع العيان لكذا،
روح بس اتمشي مع العيان عارف المكان. يعني انا عايزه اقول لكم حاجه، انا العيانين يعرفوا المستشفى اكتر مني. يعني انا بكون ماشيه مع العيان انا مش عارفه، يعني مثلا بنروح للام ار اي مثلا ولا الاكس راي، نروح نعمل اكس راي مع العيان، انا مش عارفه مثلا في المبنى ده الاكس راي عندنا كذا مبنى مستشفى، وكل المبنى كل مبنى بتاع المستشفى بتاع المستشفى دي كل مبنى ليه الاكس راي بتاعه، فانا ما اعرفش بتاع كل المباني، مش حافظه المبنى كله. العيان اللي معايا يعرف، هو اللي يعني انا رايحه انا ايه لازمتي، هو كده انت طالبه امتياز هتروحي مع العيان. يعني لا انا مثلا بفيده بالطريق ولا انا بفيده بحاجه، يعني ماشي ده هاو ات سيمز من بره ماشي، وده حقيقي ده حصل، ده لسه كان حاصل يوم الخميس اللي فات، ده مش بس يوم الخميس، ده على طول بيحصل معايا. انا مش عارفه فين المكان، انا رايحه بس مع العيان كده ماشي. ف مثلا حاجه زي كده، يعني طب ايه اللازمه لو انا مثلا سألت نفسي طب انا ايه دوري هنا، ولا انا ليه اصلا اعمل حاجة زي كده؟ عشان انا بعبد ربنا. طيب انا بعبد ازاي؟ اقدر اعبد ربنا في موقف زي كده؟ بس فلما يبتدي صيغة السؤال تتغير كده، وطريقة التفكير دي تتغير بالطريقة دي، ونغير المنظار، نغير الزاوية اللي بنبص منها، نغير الزاوية. انا ازاي اقدر اعبد ربنا في موقف زي كده؟ ما انا ربنا حطني في الموقف ده، في المكان ده، في الزمان ده عشان حاجة اكيد. ازاي اقدر ان انا اعبده في الموقف ده واخد حسنات، بدل ما انا رايحة ماليش اي 60 لازمة، والعيان هو اصلا اللي بيوريني مش انا اللي قاعدة بوريه الطريق حتى. ازاي؟ بس فلما تسألوا السؤال بالطريقة دي تبتدي تخطر في بالكم حاجات بقى، أجوبة وسيناريوهات مختلفة، والموقف بيتغير تماما من بدل ما انتوا كنتوا هتمشوا مع العيان وانتوا مثلا ساكتين تماما which happens a lot بس ده بسبب اللانجوج بارير. يعني احيانا لو احنا مثلا لو انا نبطشيه وبالليل ومش قادره اتكلم فمش هتكلم، لان انا يعني انا كمان مش قادره اقعد اتكلم بالتركي ومش عارفه ايه. المهم يعني دي حاجه تانية خالص. بس على الاقل مثلا لو جات لي فرصة ان انا اسأل مثلا سؤال اساعد بيه العيان، يعني اسأل سؤال لحد تاني قصدي مثلا في المستشفى، انه ازاي مثلا let's say ان العيان ما يعرفش هو كمان طريق الاكس راي، وانا بالتالي اصلا كده هكون برضو مش عارفة، لان انا يعني انا مش بحفظ بسهولة خالص. انا بقالي 6 سنين ومعرفش اماكن كتير جدا. مثلا اروح انا اسأل مش عارفة بحبح كده، مش عشان حاجة، يعني انا مش التركي بتاعي احسن من العيان، لان العيان definitely is a native. بس يعني بنية ايه السؤال اللي انا سألته لنفسي، انا ازاي اقدر اعبد ربنا في الموقف ده؟ فاقوم رايحة اسأل انا السكيورتي لو سمحت هو فين كذا، بنية ايه؟ ان انا ايسر على العيان امره او شغله او مش شغله سوري ده شغل انا، ايسر عليه البروسيس دي. فاهمين؟ بس فحاجة زي كده بسيطة جدا، بس وانتوا بتعملوها هو في very much deeper purpose في الحتة دي. سألت السكيورتي لو سمحت الاكس راي اروح له منين؟ خلاص ممكن حد يعملها كده اللي هو مغصوب، انا اروح يا جانا مع العيان للاكس راي وانا مش عارفه فين مكان الاكس راي، اروح واسال وانا قرفانه من نفسي وقرفانه من الريزيدنت وقرفانه من حياتي. عادي ممكن تحصل كده فعلا، ممكن تحصل بنيه انه طيب انا ازاي، يعني ده 2 different scenarios، من بره نفس المنظر، من بره نفس النتيجه، نفس كل حاجه تمام، بس فرق كبير جدا في الاوتكم فين؟ في الاخره، which is مش ملموس صعب على كتير مننا جدا ان احنا نقعد نتخيل وان احنا انفست في حاجه زي كده ومش عارفه ايه، لان حاجه يعني بالذات انا بتكلم كمان اللي في سني، لان احنا عندنا في السن ده
يعني اي حاجه مش ملموسه بتبقى صعب جدا ان احنا، بتبقى اصعب بمراحل ان احنا نآمن فيها. مش بتكلم على ربنا بس، بتكلم على النوايا بتبقى من الحاجات اللي انا عارفه انها صعبه ان احنا نظبطها، مهما كنا احنا ناس بجد مخلصه وناس محترمه جدا ومش عارفه ايه. وبقول كده عشان من خبره، لان انا كده مش قصدي حاجه بجد. سوري، والله ما قصدي، والله ما قصدي، بس فعلا يعني انا شخص بحاول بس انا فعلا مش بحس ان انا في اي، يعني مش بحس بالاحساس الديب ده. يعني بحس انه صعب قوي ان انا اوصل له، للاخلاص الشديد ده والعمق الرهيب. بحاول وبقرا عنه واسمع عنه كتير، بس بحس انه صعب ان انا اعيشه، فاهمين؟ فانا متاكده ان في ناس كتيره زيي، فاهمين؟ يعني في ناس كتيره عندهم نفس الايه العرقله، مش عشان قله اخلاص منهم ولا قله، يعني مش عشان هما ناس مش نظيفه او كويسه، لا، بس عشان هو فعلا الموضوع صعب ومحتاج مجهود. هو ده اللي انا بقى، هي دي المفاجاه، ان احنا محتاجين مجهود حتى عشان نخلص النيه. انتوا متخيلين؟ بس الحلو بقى في الموضوع ان المجهود بتاع الحاجات دي احسن بكتير، ويعني على قلبنا زي العسل اكتر من المجهود واحنا باصين للدنيا بس كدنيا، ان انا عايزه عشان انجح وعشان وعارفين اللي هو الطمع والفجع بتاع الدنيا، اللي هو once you start you can't stop، ما بتشبعوش. once you start طموح وجشع، احنا بنسميه طموح لكن هو بيبقى جشع، هو بيبقى يعني هو صعب ان احنا نلاقي الطموح اللي هو الطموح الهادي ده، صعب. once you get invested بزيادة. المفاجأة بقى ان once you get invested بالطريقة التفكير دي، اللي هو ازاي اقدر اعبد ربنا في الموقف ده، ازاي اقدر اخلي الموقف ده اخد منه حسنات، بدل ما انا ماليش اي 60 لازمة كده، على الاقل اخد حسنات واعمل لاخرتي على قد ما اقدر. الطريقة دي على فكرة برضو بتنجح في الدنيا، يعني مش زي ما انتوا فاكرين اللي هو بقى بتبقوا زاهدين وطز بقى، انا خلاص انا زاهدة ومش هاممني حاجة. لا، الطريقة دي وانس ان الواحد قدر يظبطها، بيبتدي هو يكون عايز يشتغل ويسعى بس، ويبقى طموح وينجح وكده، بس مش عشان يحقق ويوصل للمنصب ويكون بقى ايه يعني عالم ومش عارفه ايه كده، بس just for the sake of it. لا، بس عشان فعلا بيكون عايز يرضي ربنا at this point. فوهو بيعملها بتبقى بقى totally different، نفسيا، معنويا، حتى الاوتكمز، حتى تيسير ربنا بيحصل، بتحسوا انه ايه ده، مواقف معجزات، بتحسوا ان الاسباب بتتسخر لكم، مش ان انتوا قاعدين يعني خلاص بتحزقوا، فاهمين؟ عشان تحققوا ده، لا، انتوا قاعدين بتعملوا عشان بتحزقوا فعلا، عشان بس ايه، ترضوا ربنا بأي طريقة، وبتحسوا ايه ده، الاسباب بتتسخر لكم وبتحققوا حاجات جامدة جدا. بس totally different scenarios، outcome نفس الاوتكم، لان احنا كده في الدنيا في ناس كده انجح مننا بكتير جدا، ومش مسلمين عادي برضو، وفي منهم حتى اللي هو يعني مش مؤمنين اصلا بربنا وعادي ناجحين برضو، وربنا هو اللي منجحهم على فكرة. بس ليه؟ عشان احنا لسه في الدنيا، ما you can't compare، فاهمين؟ مش هو ده الكاتوف انه نجاحه في الدنيا، مش هو ده اللي هنقيس بيه، مش هو ده المقياس، فهمتوا؟ بس فاتمنى ان رسالتي تكون وصلت. بس هو اهم حاجة يعني اكتر حاجة يعني لقيتها ان هي بتيسر، يعني عشان بس ايه كريكاب، كملخص، هو نسأل ازاي اقدر اعبد ربنا في الموقف ده، ازاي اقدر ايسر على، يعني ازاي اقدر مثلا اكبر بخاطر اللي قدامي، او ازاي اقدر ان انا اعمل الموقف ده بحيث ان ربنا يرضى عني، او ان ربنا يكتب لي عليه حسنات. ازاي اقدر اخد حسنات في الموقف ده؟ ممكن تعملوها بقى بطرق مختلفة. لو انتوا مثلا ليكوا في الجيمز ومش عارفة والبوينتس ومش عارفة ايه، تقدروا تفكروا فيها بطريقة ان ازاي اقدر اجمع حسنات من الموقف ده. طب يلا اروح اجمع حسنات، طب اجمع حسنات من ده، طب اجمع حسنات من ده. فالتاسك اللي بيكون it seems very pointless، لان خلوا بالكم برضو في حاجة تانية انا نسيت اقولها،
الانسان ما عندوش مانع ان هو يتعب ويكافح. احنا مشكلتنا مش في كده، احنا مشكلتنا في المينينج، في المعنى، معنى الكفاح. يعني انا لو بكافح على ولا حاجة، على حاجة ملهاش معنى، يعني مثلا زي الامتياز، برضو تاني نرجع تاني للامتياز، بنتعب وسيمينجلي من بره ملهاش اي 60 لازمة. فعلا احنا ملناش لازمة من بره. لكن لو احنا شايفين ان احنا بنتعب عشان في معنى، عشان في هدف، في معنى للمعاناة دي، يعني احنا مشكلتنا مش مع المعاناة بس مع المعنى للمعاناة. فلما احنا نحط المعنى، خلاص المعاناة ما بتبقاش تقيلة قوي كده على قلبنا. امتى بتبقى تقيلة؟ لما يكون فعلا من بره باين انها خلاص يعني ملهاش اي 60 لازمة، ولا بفيد البشر، ولا بفيد حد، ولا بفيد حتى نفسي، ولا دنيا ولا آخرة، ولا فاهمين قصدي كده. لكن لو حد بيعمل حاجة ليها معنى مهما كانت متعبة ما بتفرقش، عادي. هي دي الناس اللي بتتعب وبتكون مبسوطة. يعني ما شفتهمش لسه، بس في اللي هو يتعب وفي معنى، شايف ان في معنى، فمش فارق معاه. هم نادرين جدا على فكرة، هم دول اللي بجد مكملين. بس فاحنا لما بنقاد المعنى ده، فكروا فيه كأنه زي التوابل، احنا اللي بنقادت، احنا اللي نقدر نتحكم فيها. الحمد لله، دي نعمة برضو بصراحة، الحمد لله. فايه، لو احنا فعلا اللي عملنا كده، خلاص اي تاسك النواب يديهولكوا يا شوية طلبة امتياز مالكمش لازمة، ماشي وانا معاكم، هيكون، مش هقول لكم هيبقى على قلبكم زي العسل، عمره ما يبقى على قلبكم زي العسل، عادي، ودي مقبولة، ده طبيعي. بس على الاقل هيبقى ايه اللي هو يعني خلاص هتعملوه وانتوا بتعملوه بضمير، مش عشان النايب طلب منكم، بس عشان ايه، ربنا هو اللي حطكم في الموقف ده، عشان انتوا شايفين ان ربنا حطكم في الموقف ده، عشان انتوا عايزين تعودوا ربنا في الموقف ده، وعايزين تاخدوا حسنات على الموقف ده، وهكذا. فاهمين؟ بس فأتمنى تكون الرسالة وصلت، ولو سمعتوا لحد هنا فانتوا أبطال بجد، انتوا أبطال، وشكرا. بس باي.